مثل هذه الليلة البيوت والأموال والأعمال طول السنة أطلبوها، في هاي الليلة اطلب أن تكون من الصالحين، أن تكون كنزا من كنوز الله للمهدي. اطلب الشيء الراقي حتى ترتقي، حتى تصعد. هذه الليلة مثلا من أعظم الأعمال فيها زيارة الحسين صلوات الله عليه، ولا شك في أن مثل هذه الليلة إمام الزمان حاضر فيها. هاي المسألة لا تقبل الشك، فالإمام موجود مع الزائرين. أنا كيف أرتبط بإمامي؟ ارتباط الشعور والإحساس، مو ارتباط العقل. خطوات يمكن للمؤمن أن يجريها في هذه الليلة يفتح لنفسه نافذة الارتباط بإمام زمانه، ما بيها صعوبة أبدا، ما بيها صعوبة. تحتاج إلى خضوع، تحتاج إلى انقطاع من الدنيا ومن لهو الدنيا واللعب الدنيا. من هذه الخطوات أذكر لكم شيء منها. في مثل هذه الليلة أينما يكون المؤمن، خصوصا إذا كان عند قبر الحسين صلوات الله عليه، بينك وبينه ناجيه بقلبك. ضع عمرك، شبابك، قوتك، صحتك، كل ما لديك ضعه عنده وناجيه. قل هذا شبابي، هذا عمري، هذه قوتي، هذه طاقتي، اسقلني، ربيني، علمني، هذبني، كوني يا سيدي، سويني عادل، سويني إنسان. هو عزيز شريف، لا تنقض عهدك معه، لا ينقض عهده معك، يلتزم بك. اربط شعورك به، إحساسك به. الأمر الثاني، أكثر من الدعاء له. ناس غالبا هذا اللي يطلب دار، وهذا اللي يطلب مال، وهذا اللي يطلب عمل، وهذا اللي يطلب. هذه أشياء الله عز وجل يعطيها إلى العباد، ولا بأس. العباد يدعون يسألون الله، ذلك شيء جيد، بس الأهم من ذلك الدعاء لإمام زمانك. ادعو له واطلب منه أن يجعلك في ضمن دعائه ومناجاته، يصيرك من ضمن المعنيين بدعائه ومناجاته، يصيرك من جنوده، من كنوزه. تهذيب الإنسان يسعى إليه بسعيه بحسب قدرته، بحسب إمكاناته. جزء منه من العبد وجزء منه هو لازم يوفق. من لزمنا لزمنا، من التجأ إليه مسكه، ومن هو شارد رايح بعيد عنه. وفر في نفسك هذه القدرة، التجئ لإمامك، ادعو لإمامك، اجعل كلك أمامه بتواضع، بخشوع، بلا كبرياء، بلا غرور. إذا هكذا تصبح روحك نورا وحياتك واحة. إذا أدرجك إمامك في دعائه، الخير كل الخير فيه. الأمر الثالث، أعد نفسك لانتظاره في كل لحظة. أعد نفسك أينما كنت، في أي حال كنت. الجميع ينتظرون الفرج، أكو شك في هذا. كل أهل الإيمان ينتظرون الفرج، بل في الأبحاث السابقة ذكرنا حتى غير الموالين ينتظرون الفرج. الكل عالم ينتظر الفرج، ولكن الذين يستعدون للفرج قليلون، الذين ينتظرون الفرج كثيرون، والذين يستعدون للفرج قليلون. أن تكن من القليلين، لا تكن من الكثيرين. بعض المؤمنين يجعل وسيلة ارتباطه بالإمام المواظبة على زيارة الحسين صلوات الله عليه،
وتعظيم شعائر الإمام الحسين، لأنه يعلم بأن الإمام يحب هذا العمل، هو يشاركه فيه. بعض المؤمنين يشارك الإمام ويواسيه في الدمع على الحسين، في البكاء على الحسين. وارد النصوص عنه صلوات الله عليه أنه دائم البكاء على الحسين. فإذا المؤمن علم نفسه على هذا المنهج، دائما في ذكر الحسين، دائما في البكاء على الحسين، يشارك إمامه في هذا العمل، يصير وسيلة ارتباط بينه وبين إمامه، يرتبط به. الأمر الرابع والأخير وأختم الكلام: لأجل إرضاء إمام زمانك وإدخال السرور على قلبه، وتجعل ثغره متبسما مسرورا منك، من فعلك، من قولك، لأجل هذا لا تفعل شيئا يؤذيه وأنت تنتظر الفرج. فعلك الذي يؤذي قلب إمامك ويؤخر عليك الفرج. هذه حقيقة واقعية ليست عقلية ونقولها بالعقل. الأئمة عليهم السلام هم اللي حدثونا بها. لا تترك الصلاة، لا تفعل الحرام، ولا تصلي لأنه فريضة عليك فقط، أو لأنك تطلب الجنة منها فقط. هذه أهداف جيدة، ولكن هذه ليس للمستعدين، ليست للكنوز. الكنوز يصلي شكرا للنعمة. اغسل قلبك بالتوبة دائما. الإنسان غير المعصوم يصدر منه الذنب، تصدر منه الهفوة، لا يستمر عليها، فورا يتوب. الاستمرار فجيعة. وسل إلى ربك أن يجعلك من الصالحين. لا تفكر في الحرام أبدا، واجتنب مواطن الحرام وأجواء الحرام يا شباب، خصوصا هذا الشباب. أجواء الحرام الآن محيطة بالناس. اجتنبوا أجواء الحرام. لا يكون نظر الإمام يقع عليك وأنت في جو حرام، في موطن حرام، أو في فعل حرام.